الفيديو ده مختلف عن اي فيديو شفته عن تعليم الضغط. ازيكم، انا عمر الجبلي، بطل مصر ومدرب كاليستانكس. المشكله في معظم الفيديوهات اللي بتعلمك تعمل ضغط هي انها بتديك تمرينات، لكن من غير ما تقولك ازاي تعمل برنامج تمرين خاص بيك يوصلك من ان انت ما تقدرش تعمل ضغط خالص لان انت هتبقى بتعمله بسهوله. في تمرينات كتير مفيده، لكن هتستعملها ازاي هو ده اللي بيحدد اذا كنت فعلا هتوصل وهتنبسط بالنتيجه ولا هتبقى بتدور حوالين نفسك وبتضيع مجهودك على الفاضي. وبرنامج التمرين بيشمل حاجات زي بتتمرن كام يوم في الاسبوع، ازاي هتتنقل من مستوى للتاني، وازاي اصلا هتحدد مستواك دلوقتي انت فين، وايه التمرينات اللي مناسبه ليك. الحاجات دي كلها لو مش واضحه بالنسبه لك هتحس ان انت تايه ومش عارف اذا كنت هتوصل للنتيجه ولا لا. لكن ما تقلقش، الفيديو ده بيرتب لك كل حاجه وبيديك برنامج تمرين متكامل. هنبدا فيه بان احنا نختبر مستوانا عشان نعرف ايه التمرينات اللي احنا محتاجينها. بعد كده هنبدا نوصل لاربع مراحل من التمرين عشان نوصل لتمرين الضغط. بعدها هديك برنامج تمرين مكون من 4 مستويات هيضمن لك انك في نهايته تقدر تعمل الضغط بتمكن وقوه. كل مستوى من الاربعه بيكون فيه نوع ضغط اصعب من اللي قبله، وبيكون مع تمرين الضغط ده تمرين او 2 او 3 على حسب المستوى اللي احنا فيه عشان تساعدنا ان احنا نقدر نعمل الضغط. البرنامج ده هيقول لك تتمرن كام يوم في الاسبوع، وايه هي التمرينات المناسبه لمستواك، وازاي تنتقل من مستوى للاصعب منه. جاهزين نبدا؟ يلا بينا. دلوقتي هنعمل اول خطوه وهي ان احنا نختبر مستوانا الحالي، وده هيكون عن طريق ان احنا هنعمل 4 انواع ضغط. هنبدا بالاسهل فيهم، لو قدرت تعمل في الاسهل 10 عدات هتروح للي بعده وهكذا لحد ما تقف عند المستوى المناسب ليك. اول نوع ضغط هنعمله هو الضغط على الحيطه، المستوى الثاني ضغط على مكتب او ترابيزه، المستوى الثالث ضغط على الكرسي، والمستوى الرابع هنعمل ضغط على الركبه. واثناء ما انت بتتمرن خلي بالك من الاخطاء الشائعه اللي ممكن تقع فيها، زي انك ترفع وسطك لفوق او تتنيل تحت، وان دماغك تقع لتحت او تفضل شديدها لفوق، وان ركبتك تكون متنيه، وان كوعك يتفتح لبره وتحمل على الجزء الخارجي من كف الايد بس. بعد ما عرفت مستواك دلوقتي خلينا نشوف برنامج التمرين عامل ازاي. لو انت هتبدا من المستوى الاول فهتبدا بانك تعمل تمرين الضغط على الحيطه. هنحط ايدينا في نفس مستوى الكوع، بعد كده نبعد خطوه من رجلنا لورا، وهنعمل من 5 ل 8 عدات ضغط على حسب مقدرتك، وتريح بعد ال5 أو 8 عدات دول لمدة دقيقة ونص، وكرر اللي عملته 3 مرات. بعد ما تخلص تمرين الضغط هتعمل تمرين الشراجز على ركبتك، والتمرين ده بيشغل عضلات لوح الكتف، ودي عضلات مهمة جدا عشان تعمل الضغط بشكل صحيح. ضم لحين الكتف على بعض وابعدهم ببطء وبتحكم. هتكرر التمرين ده 15 مرة وهتريح دقيقة، وبعدها تكرر الموضوع ده 3 مرات. تالت تمرين والاخير في المستوى الاول هو تمرين البلانك العالي على المكتب. هنحط ايدينا على المكتب ونرجع برجلنا لورا ونقف على اطراف القدم ونحافظ على جسمنا خط مستقيم ونثبت 20 ثانية. بعد ما نخلص هنريح دقيقة ونكرر نفس التمرين 3 مرات. عشان تنتقل من المستوى الاول للتاني مطلوب منك انك تعمل من 10 ل 15 عدة ضغط وتبقى قادر تكررهم 3 مجموعات. كذلك بالنسبة لتمرين الشراجز تبقى قادر تعمل 30 عدة وتكررها 3 مجموعات، وفي البلانك تقدر تعمل 45 ثانية وتكررهم 3 مجموعات. مهم قوي الفورم بتاعك وانت بتعمل التمرينات دي، يعني لو بتعمل عدد كبير لكن الفورم مش مظبوط، الاداء مش صحيح، او بتثبت لوقت طويل لكن جسمك عمال بينزل، فده مش هيفيدك، بالعكس ممكن يضرك في الضغط. الاحسن ان ادائك يكون مظبوط 100% عشان تستفيد ويساعدك فعلا ان انت تعمل ضغط في الاخر. فدايما صور نفسك عشان لو في غلطة بتعملها من الغلطات اللي قلنا عليها تقدر ان انت تصلحها وتتمرن بشكل مظبوط. في المستوى الثاني هنعمل تمرين الضغط على المكتب او الترابيزة من 5 ل 8 عدات على حسب مقدرتك، وبعد ما تخلص ريح دقيقة ونص وكرر اللي عملته 3 مرات. بعد ما تخلص تمرين الضغط هتعمل تمرين الشراجز، لكن المرة دي هتفرد ركبتك لورا وهتكرر التمرين 15 مرة وريح دقيقة، وبعد كده كرر 3 مرات. تالت تمرين هو تمرين البلانك العالي على الكرسي. اثبت ل 20 ثانية وحافظ على جسمك مستقيم، وبعدها ريح دقيقة وكرر التمرين 3 مرات. كل ما ترتاح في التمرينات دي تزود العدد اللي بتعمله او المده اللي بتثبتها. وعشان تنتقل من المستوى الثاني للثالث محتاج انك تكون بتعمل من 10 ل 15 عدة ضغط على المكتب وتقدر تكررها 3 مجموعات، وتكون بتعمل 30 عدة شراجز وتكررها 3 مجموعات، وكذلك تكون البلانك على الكرسي بتقدر تثبت فيه 45 ثانية وتكرره 3 مجموعات. في المستوى الثالث هنعمل تمرين الضغط على الكرسي من 5 ل 8 عدات، وبعدها هنريح دقيقة ونص ونكرر اللي عملناه 3 مرات. بعد ما نخلص تمرين الضغط هننزل على الأرض على ركبتنا ونخلي جسمنا مفرود، وهنعمل بس الجزء السلبي من الضغط. هننزل ببطء على قد ما نقدر، وبعدها هنريح دقيقة ونكرر التمرين ده 5 مرات.
المهم انك في كل مرة تقدر تبطأ على قد ما تقدر، وخلي هدفك انك تنزل في 10 ثواني من اول ما تبدأ فوق لحد ما صدرك يلمس الارض. بعدها هنعمل تمرين الشراجز على الكرسي. هتحط ايدك على الكرسي بنفس وضع البلانك وتبدأ تبعد لوحين الكتف وتقربهم من بعض، وهتكرر التمرين ده 15 عدة. بعدها هتريح دقيقة وتكرر 3 مرات. تالت تمرين هو تمرين البلانك العالي على الارض، وهتعمله على ركبتك وجسمك مفرود، وتشد عضلات بطنك والجلوتس. ولو حسيت انه سهل افرد رجلك واعمل البلانك العادي. هتثبت 20 ثانية وبعدها ريح دقيقة وكرر التمرين 3 مرات. في المستوى الرابع هننزل على الأرض ونعمل الضغط على ركبتنا. هنعمل من 5 ل 8 عدات، بعدها نريح دقيقة ونص ونكرر نفس اللي عملناه 3 مرات. بعد ما تخلص تمرين الضغط هتعمل ضغط سلبي على الأرض 5 عدات. هتنزل بالراحة وتبطأ على قد ما تقدر. بعد كده هنعمل تمرين الشراجز على الأرض. هننزل في وضع الضغط ونبدأ نقرب لوحين الكتف من بعض ونبعدهم لبره. هنعمل التمرين 15 عدة وبعدها نريح دقيقة ونكرر 3 مرات. رابع تمرين هو البلانك على الكوع. هنثبت فيه 20 ثانية وبعدها هنريح دقيقة ونكرر التمرين 3 مرات. الهدف من المستوى الرابع والأخير واللي بعده هتقدر تعمل أول عدة ضغط هو إنك تعمل من 10 ل 15 عدة ضغط على الركبة وتكررها 3 مجموعات، وإنك تنزل الضغط السلبي في 10 ثواني وتكررها 5 مرات، وإنك تعمل تمرين الشراجز 30 عدة وتكررها 3 مجموعات، وإنك تثبت في البلانك 30 ثانية وتكررها 3 مجموعات. بعد ما توصل للأهداف دي جرب تعمل تمرين الضغط العادي على الأرض، وأنا متأكد إنك هتقدر تعمل أول عدة بسهولة ويمكن أكتر كمان. ومبروك عليك نتيجة تعبك واجتهادك. وبعدها هيكون وقت إن أنت تمارس الضغط وتعمل أشكال مختلفة منه. اكتبوا لي في الكومنتات لو حابين تتعلموا أنواع معينة من الضغط أو حابين تتعلموا تمرين تاني، وأتمنى يكون الفيديو فاتكم وأشوفكم في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.